السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفنا لأول مرة انا شيماء. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا ترطب على قلبنا في الحر ده، وكمان وصفة وخصوصا لمحبي القهوة. هنعمل النهارده مهلبية نسكافيه او القهوة، قهوة سريعة الذوبان، حلوة جدا جدا ولذيذة جدا في الحر ده. وحقيقي وصفة بسيطة جدا وسهلة ومش بتاخد وقت، بسيطة جدا. هنعملها مع بعض دلوقتي، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. اول خطوه معايا زي ما انتم شايفين معايا هنا الحله اللي انا هستخدمها او الكسرولة. هضيف فيها 4 كوبايات حليب بالشكل ده. طبعا لو حابين نعمل اكتر من كده نقدر نضاعف الكميه. هضيف كمان عليها 4 معالق كبار نشا زي ما انتم شايفين، وهضيف معلقه كبيره نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. كمان هضيف 4 معالق كبيره سكر، وحسب الرغبه طبعا، لو حابين نزود عن كده حسب رغبتنا طبعا. السكر دايما بيكون حسب الرغبه. وهبدا اقلبهم على البارد بالشكل ده لحد ما اتاكد من ذوبان السكر والنسكافيه، المكونات كلها امتزجت مع بعضها. هبدا ارفعها على النار. خلاص زي ما انتم شايفين كل المكونات امتزجت مع بعضها. دلوقتي هرفعها على النار. هبدا اقلب بالشكل ده. هستمر في التقليب لحد القوام ما يتقل معايا يبدا يتكاثف زي ما انتم شايفين. بدات تغلي معايا وتكاثفت زي ما انتم شايفين. هو ده القوام المطلوب. شايفين القوام؟ هبدا اضيف معلقه صغيره فانيليا وهقلب كده وهطفي النار. هرفعها من على النار. شايفين القوام جميل ازاي؟ دلوقتي عندي هنا كاسات هبدا افضيها احط فيها المهلبيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ممكن نستخدم معرفه حسب المتوفر معانا. وهننضف الكاس بالشكل ده، سحب منديل من اي حاجه تيجي عليه. الكميه طبعا عملت معايا 3 كاسات وبولتين 2 بوله. نقدر نضاعف الكميه لو حابين نعمل اكتر من كده حسب رغبتنا. هنضاعف طبعا كميه الحليب وكل المكونات اللي هنستخدمها. انا هستخدم بولات مسطحه زي كده. نقدر نستخدم اي حاجه متوفره معانا. خلاص كده هسيبها تبرد شويه. بعد كده هدخلها التلاجة وهبدا ازينها بقهوه مبشوره. هبشر شوكولاته خام او اي شوكولاته متوفره عندي. هبدا ابشرها بالمبشره وهبدا ازين بيها الكاسات بتاعتي او المهلبيه. ممكن نزينها كمان بالنسكافيه حسب الرغبه طبعا، بودره النسكافيه. هوزع الشوكولاته المبشوره على الوش بالطريقه اللي احنا شايفينها. شايفين شكلها بقى جميل جدا، وهي وصفه سهله جدا. زي ما انتم شايفين شكلها بقى جميل جدا، وطلعتها من التلاجة. شايفين شكلها حلو جدا، وكمان طعمها بجد حلو جدا. وصفة جميلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.